صرخة بغيت توصل لجميع المسؤولين. انا كأم عندي بنت كتقرا في الثامنه اللي هي الثانيه اعدادي، ردوا لي المدرسه ديالهم رائده هذا العام. قلنا ما كاين باس نشوفوا هذا الرائده. فاذا بي اليوم كنتفاجئ، جابت لي هذه الكراسه هذه، هيا ننجح اللغه العربيه. شنو فيها؟ تخيلوا معايا بنتي اللي كانت تبارك الله ما شاء الله في السابعه كتقرا التكست بالفرنسيه اللي فيه تقريبا 31 سطر، تجي دابا اللغه العربيه وتقرا ليا جمل عباد الله. سمعوا الجمله: استيقظ خالد يوم الأحد الماضي باكرا. سمعوا السؤال اللي غيعطيوهم ديال الفهم: متى استيقظ خالد؟ البارح. استيقظ البارح. دخلنا عليكم بالله، واش كتضحكوا على ولاد الشعب؟ واش كتضحكوا على وليداتنا؟ واش هذا في نظركم هو طريقه باش باغيين طلعوا من المستوى ديال التلاميذ؟ شي بهذه الطريقه راه كتحبطوا التلاميذ، بالعكس كتهبطوهم لمستويات ادنى، كتقتلوا فيهم الروح ديال الابتكار، الروح ديال الشغف، الروح ديال القراءه الحره. بنتي اللي كانت كتقرا روايات خارج المؤسسه وكتلخصها وكتبحث على المصطلحات في المنجد وفي المعجم، ولات دابا كتقرا لي جمله ديال اشرقت الشمس واستيقظ احمد اللي كنا كنقراوها حنا ملي كنا كنقراو في الثاني وفي الثالث. هي النيس قراتها ملي كانت في الثاني. عيب وعار، عيب وعار هادشي اللي كديروا في وليداتنا. الا عندكم الغرض فعلا فانكم ترفعوا من المستوى ديال التلاميذ، خاص يكون تفييع حقيقي وتقسيم حقيقي للتلاميذ، ودعموا هادوك اللي ما كيعرفوش يقراو. اما اللي كيعرف يقرا حشومه وعيب تعطيوه فحال هادشي. كيفاش غيحس هو كتلميذ؟ واحد التلميذ اللي كان متميز وكان متفوق في الدراسه تعطيوه يقرا هاد الجمل، ما غيحسش بالاحباط في نظركم؟ ما غتقتلوش فيه ديك الروح ديال حب الدراسه وحب الذهاب للمدرسه؟ انا بنتي من دابا يلا يومين ولا تقول لي مام بلا ما نمشي الصباح اش غيدير لي؟ غيقراوني غير جمله. عجبكم الحال دابا؟ يلا نبداو من الغياب دابا، نبداو في الهضر المدرسي. كنا باغيين نطلعوا النيفو، غنوليو حنا في الهضر المدرسي. شنو ذنبنا حنايا دابا كاولياء امور وكوليداتنا؟ ذنبنا اننا اختارينا المدرسه العموميه نقراو فيها وليداتنا، وكانت اختيارا ماشي قرارا. الحمد لله عندي امكانيات نقري في البريفي، ولكن لا، انا اختاريت الدوله، اختاريت المدارس العموميه حيت انا قريت فيها والحمد لله وصلت، وراجلي قرا فيها ووصل، وبزاف الكفاءات قراو فيها ووصلوا. ملي كانت المدرسه مدرسه بصح، بغينا هذيك المدرسه العموميه اللي كانت اللي تخرجوا منها اجيال واجيال. اما هاد الضحك هذا على الاطفال راه عيب وعار.